فيها نظرة. أتحدث عن النظرة الحديثة، وتتلخص هذه النظرية العلمية الجديدة، وتخلق النظرية العلمية الجديدة من التعامل على أن الكون مجموعة بما في ذلك المادة والطاقة والزمان والمكان. إننا لا يمكن أن نحب الله عز وجل إلا إذا نظرنا إلى مخلوقاته، وهذه قيمة ينبغي أن يؤمن بها الشباب. لا يمكن أن تحب الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جيل صغير وفيك طوى العالم الأكبر. أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نحب الله عز وجل، الحب نوعان: هناك حب أصلي وحب